انت عمرك سألت نفسك ليه كل شوية ببدأ وببطل؟ ليه بحس اني متأخر واني ضيعت كتير؟ طب ركز كده في الجملة دي ثواني. مفيش أيام ضايعة غير اليوم اللي بتسيبه يعدي من غير ما تعمل فيه حاجة. على فكرة دي مش جملة تحفيزية، ده مبدأ حياة ناس كتير جدا عايشين بيه. كلنا عندنا أيام ضاعت كتير قوي، بس الفكرة مش انك تفضل تبص وراك وتعد الخسائر، الفكرة انك تقول اللي فات انتهى واللي جاي هو اللي لسه تحت تصرفي. فاكرين صاحبنا سيف دكتور الأسنان؟ كان حاسس ان حياته كلها كانت ماشية بروتين واحد، كل يوم بيعدي شبه اللي قبله، وبدأ يسأل نفسه هو أنا ليه مش مبسوط؟ ليه حاسس إني مش بعمل حاجة حقيقية؟ في يوم وهو بيتمشى سمع بودكاست كان بيتكلم عن مفهوم اسمه نو زيرو دايز، يعني مفيش يوم يعدي من غير ما تعمل فيه أي خطوة، أي خطوة حتى لو كانت بسيطة قوي، حتى لو كتبت سطر، قريت صفحتين، أكلت أكل صحي، اتكلمت مع حد بتحبه، المهم ما يبقاش يوم بصفر. الكلمة دي خبطت جواه، حس إنها بتكلمه هو، رجع البيت مسك ورقة وقلم وكتب فيها بخط كبير نو زيرو دايز، وعلقها فوق مكتبه، ومن ساعتها بدأ يعمل حاجة بسيطة كل يوم. وبعد أسبوعين بدأ يحس بفرق، بعد شهر بدأ يشوف نفسه بيتغير، وبعد 3 شهور الناس حواليه بقوا يقولوا له أنت بقيت إنسان تاني. الفكرة كلها إنك تقرر إن كل يوم يكون له تمن وله لازمة، مش إنك بتصحى وخلاص، وإنك مش لازم تعمل إنجاز ضخم، بس لازم تعمل خطوة. الناس كلها بتدور على سر التغيير، بس السر عمره ما كان في خلطة سحرية أو كورس ب1000 جنيه ولا حتى في فيديو تحفيزي مؤقت. السر بدأ ببوست واحد على موقع ريدت سنة 2013. واحد هناك كان تايه في حياته، دخل يشتكي، حاسس بالوحدة، مش عارف يبدأ ازاي، حاسس ان حياته ملهاش معنى، وبيسأل اعمل ايه؟ انا ضايع ومفيش امل. رد عليه شخص بكلام بسيط قوي بس غير العالم فعلا، قال له نو مور زيرو دايز، يعني مفيش يوم يعدي صفر انجاز ولا حتى حاجة صغيرة. وكمل رده بكلام مؤثر جدا، قال له حتى لو كتبت سطر واحد في يومك انت كده كسرت السكون، حتى لو غسلت طبق انت كده بتتحرك، حتى لو فتحت ملف شغلك دقيقة واحدة كده مفيش صفر. البوست ده انتشر بشكل كبير قوي، ناس من كل انحاء العالم بدأت تطبق الفكرة دي، وبدل ما يستنوا المزاج والحماس والفرص بقوا ياخدوا خطوة صغيرة كل يوم. واحدة اتكلمت عن الاكتئاب، قالت كنت قاعدة في السرير شهور، بس لما قررت أبدأ بنو زيرو دايز بدأت أفرش السرير، بعدين بدأت أطبخ، بعدين طلعت من البيت، وبعد شهور رجعت شغلي وبدأت أحب نفسي من تاني. خطوات صغيرة قوي لكن أثرها مع الوقت كبير جدا. طب ليه الفكرة دي فرقت أصلا؟ لأنها بتكسر فكرة معينة كده عند الناس، يا أبيض يا أسود، يا اتمرن ساعة يا بلاش، يا إما أذاكر 5 ساعات يا مفيش داعي، يا إما أبدأ من أول أسبوع يا مش هبدأ خالص. لا خالص، نو زيرو دايز بقى جت تقولك لا، اعمل حتى حاجة صغيرة جدا بس ما توقفش، وده بيخلي المخ يبدأ يحس بالإنجاز، وده بيطلع جزء من الدوبامين، وده اللي بيخليك تكمل. وده على فكرة مدعوم من علم النفس السلوكي، اسمها نظرية الزخم السلوكي أو البيهيفيرال مومنتوم، اللي بتقول ببساطة لما تبدأ بحركة بسيطة فرصتك إنك تكمل بتزيد، لكن اللي بيفضل واقف بيغرق أكتر.